ها نحن في ربوع أصل العرب ومادته وجرثومته، ها نحن في منبع العرب كلهم، عدنانهم وقحطانهم. حتى قيل من لم يكن من أصول اليمن فليس عربيا، حتى قيل من لم يكن من أصول اليمن فليس عربيا. لهما في الفضائل والجهاد، فاليمن أصل العرب ومادتهم. أصل العرب كما قيل من قحطان. وكلنا يذكر في قصص الأنبياء لما عاش إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام في مكة، تزوج امرأة جرهمية من جرهم، وجرهم ابن قحطان، فأصل العرب يرجع إلى قحطان وإسماعيل عليه السلام. اليمن عشان نفكر الناس انه دايما يقولوا الحكمة يمنية والإيمان يمني، وانه اليمن هو اصل العرب. العرب عرب عاربة ومستعربة وفي قحطانية وفي عدنانية. الاصل البذرة الاساسية، الشجرة الاساسية هي الشجرة التي نبتت في اليمن. واللغة العربية جاءت تطورا طبيعيا وتاريخيا وفي فقه اللغة الى للغات اليمنية الحميرية والمسمارية والى اخره. فالعرب، كلمة العرب جاءت من اليمن، الاصل من اليمن، اللغة من اليمن. وأنتم مهد العروبة، لأن قبائلنا كانت هنا جميعا، وأنا أجدي طبعا من سبأ ومن هذه الديار. زائد سورة سبأ. لم يكتفي القرآن الكريم بالحديث عن سبأ في سورة النمل، إنما أفرد لها سورة كاملة باسم سورة سبأ، لكي يؤكد القرآن الكريم أنه لا يوجد عرب بائدة أو عرب أزيلت، لكن العرب الحقيقيين حتى هذه اللحظة هم العرب العاربة الأساسيون، وسوف نوضح ذلك. يتحدث هنا القرآن الكريم في سورة سبأ عن القحطانيين. طبعا قحطان هو الجد الأعلى لقبائل اليمن القحطانية العرب العاربة. نحن نعلم أن قبيلة جرهم التي تزوج منهم إسماعيل عليه السلام هم قبيلة قدموا من اليمن، وعرب عاربة، وهم أصل العرب الذين خرجوا من اليمن. تحدثنا عن الغساسنة، تحدثنا عن المناذرة، نتحدث عن جرهم الذين قدموا إلى مكة. كل أولئك الأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة، كل أولئك قبائل نزحت من اليمن بعد أن وقع سيل العرم وانهار سد مأرب. الله عز وجل يقول: بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فلما انهار سد مأرب تفرقوا في الأمصار والديار، واختار كل منهم بقاع، منهم من ذهب إلى عمان، منهم من أتى إلى يثرب، ومنهم من أتى إلى الشام، ومنهم من أتى إلى غير ذلك. والمقصود أن هؤلاء يطلق عليهم العرب العاربة. هذا كله في الحديث عن أن اليمن منها خرج أصل العرب. قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا تغلب عليهم العاطفة، وهذا ظاهر إلى يومنا هذا. القسوة فيهم قليلة. أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، فالإيمان في أهل اليمن وفي غيرهم، والحكمة في أهل اليمن وفي غيرهم، لكن الإيمان عندهم أظهر، وكذلك الحكمة